السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. وعواشركم مبروكة، الله يدخلهم عليكم بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو. الوصفات ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون سهلة وسريعة. فغادي نحضروا حريرة اكسبريس، محينشات مالحين بدون عجين، فطائر المقلاة كيجيو خفاف كيذوبوا في الفرن، تحلية بموزة واحدة، عصير اقتصادي وكيجي المذاق ديالو زوين. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق ديالكم المحفزه. ويلا هو نبداو التحضير. غادي نبداو اول شيء في التحضير ديال التحليه. فغادي نحتاجو هنايا فلون اما بذوق الفانيلا او لا بذوق الكراميل اللي متوفر عندكم، وكنديروا الكميه اللي كنحتاجو لنصف لتر من الحليب. انا هاد العلبه هذه كانوا فيها جوج فاستعملت غير وحده. تقدروا ايضا تستعملوا هذاك ديال درهم اولا ديال 3 دراهم بالنسبه للسيدات اللي كاينين في المغرب. فضفت الفلون وزدت عليه ملعقه كبيره من النشا يعني مايزينا ونصف لتر من الحليب. كنخلط الكل على البارد حتى كينسجموا المكونات تماما. من بعد غادي ناخذ هذا الخليط وغادي نحطو على النار. كيف ما قلت لكم بالنسبه للفلون اما ديروه بذوق الفانيلا او لا بالكراميل او لا حتى بالموز، المذاق ديالو يجي زوين في هذه الوصفه. فحطيته هنايا على النار مع التحريك المستمر 3 دقائق من بعد الغليان وبقيت كنحرك. حيدته من على النار مباشره، درت 6 حبات ديال البسكويت وحبه ديال الموز. بالنسبه للبسكوي ديروا اي بسكوي متوفر عندكم، هكا يكون عادي. انا عاده كنستعمل فيه اللوتيوس كيجي المذاق ديالو خطير، واليوم كان عندي هذا حتى هو راه جا المذاق ديالو زوين. خديت هنايا الكؤوس ديال التحليه وغادي نهرس فيهم هكا. كل كاس غادي نهرس فيه حبه ديال البسكويت. استعملت هنايا اما ديروا اوريو او لا شبيه اوريو، هذا غير واحد الواحد كيشبه ليه ماشي اوريو. صافي وكل كاس هرست فيه هكا حبه. وهذه اضافه اختياريه، تقدروا ما ديروهاش او الا كان عندكم البقايا ديال الكيك تقدروا ديروا القليل منهم او لا تقدروا تخليوه عادي. المهم وزعت الخليط صافي وها هي التحليه ديالنا واجده. كنديروها في الثلاجه نخليوها حتى كتبرد، وملي كتبرد تقدروا تزينوها كيف ما بغيتوا او لا تخليوها غير بهذا الشكل. وهنا غادي نوجدوا الحريره اللي كتوجد بسرعه. فعندي هنايا الحمص اللي مرطب من قبل ومفسخاه يعني محيده ليه القشره ديالو، طريفات ديال اللحم او لا عظيمات باش كنسمو الحريره ديالنا، قزبر ومعدنوس اللي مقطع رقيق، والكرافس حتى هما مقطعين رقاق. وعندي هنايا ملعقه صغيره ديال السمن. بطبيعه الحال السمن غادي يبقى على حسب السمن اللي عندكم واش حار او لا. وبالنسبه للتوابل درت الفلفل الاسود، الكركم، الزنجبيل، الملح اللي غادي يبقى على حسب الذوق. وخديت 4 الحبات كبار ديال الطماطم، حيدت ليهم الزريعه ديالهم وطحنتهم. انا طحنتهم بالقشره ديالهم، بغيتو تحيدوا القشره يبقى لكم الاختيار. المهم طحنتها وضفتها وزدت الماء مغلي. صافي كنسد الطنجره ديالي كنحطها على النار، كنخليها حتى كنحسوا بهذاك الحيمات والحمص راه طابوا. صافي انا ملي فتحت لقيت هذاك اللحم والحمص طاب. غادي نوجد الخليط باش غادي ندور الحريره. وهنا غادي نوجد الخليط باش غادي ندور الحريره. فعندي هنايا 3 ملاعق كبيره ديال الدقيق ديال الارز، ممكن ايضا ديروا الدقيق الابيض غير انا كنفضل ديال الروز، 2 ملاعق كبيره ديال مركز الطماطم، وملعقه كبيره ديال الكرافس مقطع رقيق. كنضيف ليهم الماء كنخلطهم مزيان وكنبدا كنضيفوا الطنجره مع التحريك المستمر. فضروري كنبقاو كنضيفوه شويه بشويه وحنا كنحركو باش ما يلصقش لينا في القاع ديال الطنجره وتحرق. من بعد كنضيفو حتى الشعريه رقيقه وكنخليوه على نار مهيله، مره كنحركو حتى كيطيب هذاك الدقيق والشعريه اللي ضفنا. صافي وكتكون الحريره ديالنا واجده. وغادي ندوزو دابا باش غادي نوجدو هاد الفطائر كيجيو رائعين بزاف، قطنيين وكيذوبوا في الفم. فغادي نحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الابيض و250 غرام ديال السميده رقيقه اللي كنديرو في الحرشه وبسبوسه. وغادي نضيف ليهم ملعقه صغيره من الملح، 8 غرام من خميره الحلويات، ملعقه كبيره من خميره الخبز،
ملعقة كبيرة من السكر. كنخلط هاد النواشف مع بعضهم. واحسن حاجه في هاد الفطائر انهم ما غادي ياخذوا منكم لا وقت ولا مجهود. وغادي نزيد نضيف لهاد النواشف كأس من الحليب الدافئ ما يعادل 200 ملي، وبيضة واحدة، انا خديت بيضة خفقتها عضفتها، وجوج كؤوس من الماء الدافئ، نفس الكأس اللي عبرت به الحليب هو اللي عبرت به الماء. جوج كؤوس من الماء، كل كأس فيه 200 ملي، يعني 400 ملي من الماء الدافئ. وكنخلط المكونات جيدا حتى كينسجموا. هنايا غادي نخلط بالملعقه حتى غادي ينسجموا. من بعد غادي ندير الخلاط وغادي نطحن الكل جيدا. انا طحنت بهذا الخلاط، تقدروا ايضا تاخذوا هذا الخليط وديروه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي وكطحنوه مزيان. كنحصلوا على خليط بهذا القوام. وهنايا غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه يرتاح لمده ديال نصف ساعه. من بعد نصف ساعه كنرجعوا للخليط، كيبان لينا هكا الحجم ديالو ضاعف، يعني راه خمر مزيان. دابا كندوزو باش غادي نبداو نطيبوه. فكنحطوا المقله ديالنا على النار حتى كتسخن جيدا. من بعد كندير فيها واحد الخيط هكا رقيق ديال الزيت باش كندهنوها، وكنديروا كميه من الخليط. بطبيعه الحال الكميه ديال الخليط غادي تبقى على حسب الحجم ديال المقله اللي عندكم، كبيره صغيره قداش بغيتو ديروا هاد الفطائر. كندير ايضا واحد الخيط ديال الزيت من الفوق، وكنخليها النار تكون متوسطه، ما ديروهاش مجهده باش الفطائر كيتحمروا وفي نفس الوقت كيجيو طايبين من الداخل مزيان. وملي كتبان لينا الفطيره ديالنا طابت من التحت كنقلبوها باش كتحمر من الجهتين صافي، وكنحيدوها. بنفس الطريقه غادي ندير معكم وحده اخرى. فكندير في المقله واحد الخيط ديال الزيت، من بعد كميه من الخليط، وندير عاوتاني من الفوق واحد الخيط هكا ديال الزيت، غير كميه قليله. ملي كنحسوا بها تحمرات هكا من التحت كنقلبوها باش كتحمر حتى على الجهه الاخرى. وملي طيب على الجهتين صافي كنحيدوهم، كيجي الشكل ديالهم روعه وكيجيو خفاف. دابا غادي نوجد الحشوه ديال المحينشات مالحين. خديت هنايا المقله ودرت فيها القليل من الزيت، واحد الحبه كبيره اولا جوج حبات متوسطين ديال البصل اللي مقطعين رقاق مشلضين رقاق، وكنشحر هاد البصله حتى كتنزل وكيولي اللون ديالها بهذا الشكل. من بعد غادي نضيف فلفله الوان اولا اي لون متوفر عندكم. هنا بالنسبه للنار كتكون عاليه، هاد الحشوه كنطيبوها على نار عاليه. هنايا زدت الجزر اللي محكوك، قرعه خضراء حتى هي محكوكه. وبالنسبه للتوابل انا غادي ندير التوابل كلها، فلفل اسود، كركم، زنجبيل، ولا عندكم حتى التوابل ديال السمك كتضيفوهم، والملح اللي غادي يبقى على حسب الذوق. وكنخلط الكل جيدا حتى كينسجموا، وكنبقى مره كنحرك حتى الحشوه كطيب لينا تماما. انا في هذه الوقيته هذه اللي غادي نخليها كطيب غادي ناخذ هنايا اما ديروا الشعريه الصينيه اولا ديال الروز. انا استعملت هنايا ديال الروز. خديت هكا غير قطعه واحده صغيره وضفت عليها الماء، خليتها هكا حتى ارتبط. من بعد صفيتها وقطعتها رقيقه بالمقص. وملي طابت الحشوه تماما، يعني هذيك الخضيره صافي طابت، ضفت ليها هاد الشعريه ديال الروز اولا الشعريه الصينيه، علبه ديال التونه، والزيتون اخضر اللي مقطع قطع صغيره، ومعدنوس اللي مقطع رقيق. كنخلط الكل. هنا كنخليهم على النار غير واحد دقيقه اولا جوج باش هاد المكونات كيتشربوا النكهات ديال بعضياتهم صافي. وكتكون الحشوه ديالنا واجده. كنخليوها على جنب حتى كتبرد تماما. وملي غادي تبرد الحشوه غادي نضيف ليها كميه ديال الجبن مبشور اولا خليط ديال الجبن مبشور وجبن موتزاريلا. وإلا ما بغيتوش ديروا الجبن كتقدروا تستغناو عليه اولا تضيفوا واحد جوج قطع اولا 3 ديال الجبن مثلث. انا هنا غادي نستعمل هاد الورقه هذه هي اللي غادي ندير بها محينشات. وبالنسبه لهاد الورقه تقدروا ايضا تعوضوها بالفيلو، حتى هي راه كتجي زوينه بزاف، وغادي نشاركها معكم ان شاء الله في فيديو الجاي. فغادي نلاقي كل وحده بالخليط ديال الدقيق والماء، كنلاقيهم هكا
وكنبدا كندير في الحشوه. فهاد المحينشات كيجيو لذاذ بزاف، وكيف ما شفتوا معايا ساهلين في التحضير وحتى مكوناتهم بسيطه. ملي كندير الحشوه غادي نبدا نلف بهاد الطريقه. الطرف اللي خليت بالاخر ما وصلتش ليه الحشوه، باش ملي كنسدهم كنديرو من التحت باش كيتسدوا مزيان وما يتحلوش لينا في الطياب. وهذا باش كنثبتو من بعد ملي غادي يطيبوا صافي راه كنجروه وكنحيدوه. ملي كنساليو كنبغيو ندخلوهم للفران، انا غادي ندخلهم للفران كندهنهم بالزيت. تقدروا ايضا تضيفوا للزيت واحد شويه ديال الفلفله حمراء باش كيجي اللون ديالهم حمر اكثر. انا دهنتو غير بالزيت بوحدو. وهنا غادي نوجدوا السيجار ببطاطا. فعندي هنايا 2 حبات ديال البطاطا مسلوقين وهما مازال سخان، خدمتهم بهذا الشكل خليتهم حتى بردوا. من بعد غادي نضيف ليهم كورنيشون اولا الخيار مخلل اللي مقطع مكعبات صغيره، معدنوس اللي مقطع رقيق، جبن موتزاريلا وجبن مبشور. تقدروا ايضا تعوضوهم ب3 أو 4 قطع ديال جبن مثلث. بالنسبه للتوابل غادي ندير الملح اللي غادي يبقى على حسب الذوق، الفلفل الاسود، بابريكا، الزعتر والثوم مجفف، وكنخلط الكل جيدا حتى كينسجموا. فهاد الحشوه بسيطه وكتجي لذيذه بزاف. وهنايا مباشره كندوز باش غادي نشكلها لاصابع، وملي كنساليهم كندوز باش غادي نبدا نشكل السيجار. هنايا استعملت نفس الورقه اللي درت بها محينشات. بالنسبه للناس اللي في المغرب راه الورقه اللي كتصايبوا ولا كتاخذوها بطبيعه الحال كتبقى احسن من هذه. وكنشكلهم بطريقه اللي واضحه في الفيديو اللي معروفه وسهله. وكنسد بالخليط ديال الدقيق والماء. ملي كنسالي التشكيل ديالهم هنايا غادي يبقى لكم الاختيار، بغيتو تقليوهم هكا راه كيجيو رائعين بزاف، بغيتو تزيدوا هاد الاضافه اختياريه زعما ماشي شي حاجه ضروري. انا هنايا غادي ندوزهم في الدقيق، من بعد غادي ندوزهم في البيض وفي الرقائق ديال الذره اللي طحنتهم واحد الطحنه خفيفه اولا الشابلور صافي. وغادي نديروهم في المجمد قبل ما كنقليوهم، ضروري كنديروهم في المجمد اقل حاجه 4 ساعات عاد كندوزو كنقليوهم، سواء درتو ليهم هكا البيض والرقائق ديال الذره اولا خليتوهم عاديين، ضروري ديروهم في المجمد 4 ساعات. وغادي تسمحوا لي شويه حيت ضاربني البرد. هنايا كندوز باش غادي ندير العصير. فعندي هنايا واحد الحبه ديال البرتقال اللي نقيتها وحيت ليها داك القشره البيضاء والعظيمات، وغادي نطحنها مع كميه قليله ديال الماء باش كطحن مزيان وما غاديش نحتاج انني نصفيها. بغيتو نتوما صفيو. هنايا راه طحن مزيان بلا ما نحتاج نصفيه. وهنايا غادي نضيف واحد 2 حبات كبار ديال الجزر اللي سلقتهم في هذاك الماء. فسلقتهم راه ضفتو حتى هو. والجزر انا ما كنخليش حتى كيتسلق ويطيب مزيان، غير كيدخلوا الطياب صافي كنطفي عليه. وضفت كميه ديال الفريز والسكر كيبقى اختياري، تقدروا تعوضوه بالعسل او التمر والفريز. وكنطحن كل شيء جيدا. بالنسبه للفريز تقدروا تعوضوه بعلبه ديال الياغورت بالذوق ديال الفريز اولا ديروا حبه ديال الموز حتى هو كيجي المذاق ديالو زوين. وهنايا غادي تشوفوا معايا الفطائر اللي حضرنا، شوفوا معايا شحال كيجيو خفافين. غادي دهنوهم بالزبده والعسل اولا بالزيت والعسل كيجيو روعه بزاف. وتقدروا تاكلوهم غير هكا، شوفوا راه ما مدهونين ما والو وخفافين بحال القطن وما كياخذوش الوقت نهائيا توجدوهم كيف ما تنقولوا بلا عذاب. والمكونات ديالهم راكم شفتوا قليله وراه كيعطيو كميه وفيره. الحريره اكسبريس اللي وجدنا اللي كتوجد بسرعه ما كتاخذش منا وقت وما كنحتاجوا لا نبقاو نشحروا لا والو، وحتى هي راها كتجي لذيذه بزاف. وبطبيعه الحال كل سيده والطريقه ديالها. انا شاركت معكم الطريقه ديالي المتواضعه. والعصير ها هو كيجي خاسر والمذاق ديالو زوين. بالنسبه للمحينشات والسيجار حتى كنبغيو نقدموهم عاد كنطيبوهم، حيت هاد الورقه كتبغي تكال سخونه، حيت الا بردات ما كيبقاوش مقرمشين كما تنقولوا كيلواو اولا كيطرخاو.
وانا هاد المحينشات هادو كانوا بقاو ليا منهم شي وحدين الغد ليه، سخنتهم في القلايه الهوائيه رجعوا مقرمشين. فقلت ضروري نقول هاد الملاحظه، حيت ضروري كتشط لينا الماكله من الفطور كنحتاجو نسخنوها الغد ليه. بالنسبه لهادوك الفطائر كتسخنوهم الغد ليه بحال الى عاد طابو، والمحينشات سخنتهم في القلايه الهوائيه حتى هما جاو بحال الى عاد طيبتهم رجعوا مقرمشين. وخلاص هادوك لي سيغار قليو الكميه اللي غادي تحتاجو داك النهار. فكانوا هادو هما الوصفات ديال اليوم، كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في وصفات اخرى.